اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كيف حالك يا حلوة انت وهي؟ يا رب تكونوا بخير. شوفوا لي هالجمال، شوفوا لي هالحلاوة، خطيرة من الاخر، شغل فاخر بصراحة. احلى بيتزا مقلوبة تاكليها. يكفي ان انت مديرتيها بحب، عجنتيها بحب ومقدمتيها بحب وحاطة فيها ابداعاتك وجهدك وفشة فيها خلقك. ويلا بينا على الطريقة. حبيبه قلب امينه، المزال ما صليتيش على سيدنا محمد، اذكري الله وصلي على رسول الله. طبعا انا خديت هني ضفتي حلوه انت وهي كوب من الميه الدافيه، نزلت عليه بملعقه ونص من الخميره الفوريه، وما تكتريش الخميره الفوريه فيها. نزلت عليه بملعقه من السكر والملح متاعي، وحاولي انك تزودي الملح شويه لان المعجنات البيتزا والمقلوبه البيتزا المطبقه تحب شويه من الملح زياده باش تستطعميها يمي يمي يمي. وملعقه صغيره من البيكنج باودر وكشيك من الخل. باهي حلوه انت وهي، واذكري الله وصلي على رسول الله. وهني حبيت اني نضيف حبة البركة، رشة من حبة البركة على قيمة غذائية عالية يعني، وتزود الدم زي ما انتوا عارفينها باش ما ناكلوش نشويات سادة. تمام، وتقدري تستغني عليها لو انت ما تحبيهاش. قلبتها كلها مع بعضها السوائل كويس، ونزلت عليها بالدقيق متاعي وقعدت نلم. او ما تحسي انك خلاص بديتي تلمي في العجينة، نزلت عليها بملعقة من الزبدة. وممكن تستغني على الزبدة وتضيفي في مكانها زيت او زيت نباتي او زيت زيتون، وخديها وحطيها على سطح العمل متاعك واعجني ومدي، وهادي ها وهادي ها، وفشي غلك فيها. وتذكري هديك المسمومه الصفرة، عارفينها الصفرة ولا؟ كنا عارفين هالصفرة هذه. تمام، وبعد ما عجنتها ولت معايا بالقوام هذا، مش رطيبة ومش يابسة، تهبل وما تلصقش في اليد. باهي حلوة انت وهي، حاطتها تستريح باش تتضاعف حجمها وتخمر. نجو توا باش نديروا الصلصة متاعتنا. خذت في الخلاط متاعي ضفت 4 طماطمات، ضفت عليهم ملعقة من معجون الطماطم، وضفت عليها فلفل احمر، وضفت عليها زيت والزعتر والثومة. ما تضيفيش بصل، اهم شيء الثومة. باهي، وضربتها في الخلاط كويس، وحطيتها في الطنجره متاعتي تغلي لغايه ما تسبك تولد قوام طبيخه البيتزا متاعتنا. بعدين طفيت عليها يا حلوه انت وهي، وحطيت لها فحمه يا امينه. ايه، حطي لها دغنه فحمه تحسي خدت طعم كانك مديرتيها على الكانون. والله طعمها يهبل، واخده طعم مشطشطه هيك، طعمها ابداع من الاخير، ابداع كانك مدرتيها على الفحم على الكانون. سميها زي ما تبي تسميها. ناخذ العجينه بتاعتي بعد ما استريحت، رشيت شويه دقيق على سطح العمل بتاعي وافردتها مديتها، وبعدين حطيتها في الطاجين بتاعي. ويستحسن يكون طاجين مربع يا حلوه انت وهي، وما تفرديهاش غليظه. باهي، ومش رقيقه هلبه مشفطه ومش غليظه. باهي يا حلوه انت وهي، ساوي الاطراف متاعها بالموس زي ما انا وسيتها. ولازم الشوكه، تاخدي الشوكه وتخرميها كويس باش نضمن ان هي ما تعلاش في الكوشه متاعتنا. باهي، والكوشه متاعتي سخونه. وحطيت الصلصه متاعتي ودلعتها بالطماطم وفلفل رومي وفلفل حار والزيتون، ورشيت عليها طن، وضفت عليها جبنه، ودخلتها الكوشه ولعت عليها من تحت فقط. اول ما تحسيها خلاص من تحت تحمرت تطلعيها. طبعا بعد ما طلعتها زي ما انتم شايفين ضفت عليها كاتشوب، ونزلت عليها بالمايونيز. وطبعا الحشوه هذه في ايدك، تقدري تحشيها بصدر الدجاج، تقدري تحشيها بلحمه مفرومه، تقدري تحطي لها فقاع، تقدري تحطي لها ذره، اللي تلعبي بيها انت. باهي، وهي سخونه على الطول تاخديها هيك وتطبقيها. اني حاطه هني ورق زبده يا حلوه انت وهي، ان الطاجين الكوشه متاعي خفيف، فورق الزبده هني يساعدنا ان هي نقدر ما تنحرقش منها وتطلع. طبعا اللون هذا ابداع، احنا نحبوها باللون هو، ويكفي طعم الصلصه يا بنوي، تعرفي واخده طعم البياض. ابداع ابداع. شوفي لي هالجمال، شوفي هالحلاوه، خطيره والله. نودك بها يا حلوه انت وهي، ونود بها فم كل عزيز وغالي. بنتي بلادي الحلوه الجميله مستنيه منك لايك وكومنت وكلمه حلوه من عندك، ان شاء الله نقيتها ان شاء الله وريده باش نعرف بيوصلك من عند امنيه كل ما هو جديد. خطيره خطيره خطيره. يمي 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 يمي. اظن الشكل باين يتحدث عن نفسه. يكفي ان انت مدرتيها في حواشك زي ما قلت لك، ضامنه جودتها ضامنه طعمها، نبصم بالعشره احلى من بتاعت برا. شوفها اصلا كيف معبيه الحشوه فيها، شوفي خطيره خطيره خطيره. واذكري الله وصلي على رسول الله. طلعتها هني قاعد في الصاله، وغلفتها برق الالمونيو ونتشه من هنا، وشغيمه بيبسي من هنا.